هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. النهاردة هناخد الدرس التاني من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر. هنتعلم مع بعض إزاي نقرأ الأرقام بكل سهولة. تابعوا معايا الفيديو وأكيد هتستفاد منه كتير. طيب هقول على ملحوظة صغيرة قبل ما أبدأ الدرس. كل الأرقام بتاخد أداة التعريف دي. طب هو إيه دي ده أصلا؟ طيب إحنا عندنا في اللغة الألمانية 3 أدوات تعريف. إيه هو أداة التعريف؟ اللي هي كلمة ال باللغة العربية، دي وداس وداع. التلاتة دول مهمين جدا، وكل أداة فيهم بيجي مع كلمات معينة. النهاردة هناخد إن دي بتيجي مع كل الأرقام في اللغة الألمانية. زي إيه مثلا؟ يعني ناخد مثال zum Beispiel الأول. الأول أنا قلت طيب دي اللي هو دي الأول هيبقى دي اينس. دي اينس. بس دي الملحوظة بتاعت أداة التعريف. هنبدأ بقى ناخد الأرقام. طيب خلينا عارفين إن الأرقام اسمها دي Zahlen. دي Zahlen. وهنا أنا مش بنطق حرف الها، أنا بمد حرف الآ. Zahlen. دي Zahlen الأرقام. طيب دي Zahl يعني الرقم الواحد مفرد. دي Zahl. أول رقم معانا نول. نول. نول يعني صفر. eins. eins. eins يعني واحد. zwei. zwei. zwei يعني اتنين. drei. drei. drei يعني ثلاثة. vier. vier. vier يعني أربعة. fünf. fünf. fünf يعني خمسة. sechs. sechs. sechs يعني ستة. sieben. sieben. sieben يعني سبعة. acht. acht. acht يعني تمانية. neun. neun. neun يعني تسعة. zehn. zehn. zehn يعني عشرة. elf. elf. elf يعني 11. zwölf. zwölf. zwölf يعني 12. طيب لو حفظت من رقم 1 لحد رقم 12 كويس جدا، باقي الأرقام هتبقى سهلة عليك. فادي نفسك فرصة تحفظ من 1 ل 12 كويس جدا، وارجع كمل باقي الدرس معايا. طيب دلوقتي هنقول رقم 13. هنقوله ازاي؟ دغاي يعني 3. تسن يعني 10. هنقولهم مع بعض. دغايتسن. دغايتسن. دغايتسن يعني 13. هنكمل باقي الأرقام بنفس الطريقة. 14. 14. 14 يعني 14. ف يعني 4. تسن يعني 10. 14. 15. 15. 15 يعني 15. رقم 16 بقى هنقوله ازاي؟ مش هنقول 16، لأ، هنقول 16. 16.
16 يعني 16. كمان رقم 17 مش هنقول 17، لأ هنقول 17. 17. زي ما لاحظنا ان رقم 16 و17 هما اللي متغيرين. طب ليه متغيرين؟ علشان يكون اسهل في النطق. 16 و 17. 18. 18. 18 يعني 18. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. طيب 21 هقولها ازاي؟ ركز معايا وشوف انا هقولها ازاي. زي ما بقولها باللغة العربية بالظبط. 21. 21 هقولها بالظبط باللغة الألمانية. واحد يعني eins، بس هنا هشيل الاس هتبقى ein. ein. طيب هتبقى und. und. 20. 20. 20 هنحطهم كلهم جنب بعض هتبقى ein und 20. ein und 20. 21. 22. 2 und 20. 22. 22. 23. 3 und 20. 23. 23. زي ما لاحظنا أنا مش بقول und، بقول on. أول ما تتعلم نطق الأرقام بطريقة صحيحة تقدر تنطقها on مش und. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. هنكمل بنفس الطريقة لحد رقم 29. 9 on 20. 9 on 20. 30. 30. 30. 30. زي رقم دغاي بالظبط، بس أنا زودت المقطع سيش هتبقى 30 يعني 30. 31. ein und 30. ein und 30. ein und 30. 32. رقم 2 يعني 2 و und 30. 30. طب كلهم على بعض هيبقوا 32. 32. وهكذا هنكمل لحد رقم 39 بنفس الطريقة. طيب رقم 40 يعني ايه؟ 40. 40 زي رقم 4 بالظبط فيا، وبزود عليه المقطع تسش. 40 يعني 40. طيب المفروض تكون عرفت انا بقول ازاي الارقام. عايزاك تقولي دلوقتي هقول ازاي 41. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز، هتبقى 41. 41. 41 يعني 41. وهنكمل بنفس الطريقة لحد 49. هقول رقم 50 ازاي؟ احنا عارفين ان رقم 5 5. وهزود عليها المقطع تسش هتبقى 55. 55 يعني 50. طيب عايزاك تقولي هقول ازاي رقم 55. هسيب لك وقت تفكر فيه وبعدين هعرضها قدامك.
ممتاز هتبقى 5 und 65. 5 und 65 55. رقم 60 66. 66. 66. طيب عايزاك تقولي 63 هقولها ازاي؟ هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز هتبقى 63. 63. 63. 70. 67. 67. 67. يلا زي ما اتعودنا عايزاك تقولي 77 هقولها ازاي؟ ممتاز هتبقى 67. 67. 80. 80. 80. 80. طيب دلوقتي عايزاك تقولي 87 هقولها ازاي؟ ممتاز هتبقى 87. 87. 87. 90. 90. 90. 90. طيب عايزاك تقولي 99 هقولها ازاي؟ ممتاز هتبقى 99. 99. طيب دلوقتي وصلنا الرقم 100. 100 يعني 100. 100. ممكن كمان نقول 100 بس يعني مش 100. 100 يعني تمشي 100 وكمان 100 الاتنين صح. انت دلوقتي المفروض بقيت بتعرف تقول اي رقم من 1 لحد 100. طيب ولو لسه مش عارف ممكن توقف الدرس لحد هنا وتذاكر من 1 ل100 كويس جدا وترجع تكمل معايا باقي الدرس. نكمل باقي الارقام. دلوقتي انا عايزه اقول 101 هقولها ازاي؟ زي ما بقولها باللغه العربيه بالظبط هي باللغه الالمانيه. 100 هي اول حاجه انا قلتها 100 وواحد. 100 يعني 100. 100 وواحد يعني 1. هنحطهم على بعض هتبقى 101. 101. 101. 102 حاول تقراها كده لوحدك. ممتاز هتبقى 102. 102. 103 103. 103. هنكمل بنفس الطريقة على كل الأرقام. دلوقتي أنا عايزة أقول 173. أول حاجة نطقتها إيه؟ 100. 100 يعني 100. 3 يعني دغاي. و70 يعني und. 70 يعني 67. طيب هقولها إزاي على بعض؟ 103 und 67. 103 und 67. طيب دلوقتي عايزاك تقولي انت هقول ازاي 145. هسيب لك وقت تفكر فيه. ممتاز هتبقى 145. طيب قلتها ازاي؟ 145. 100 يعني 100. 45 und 40 هتبقى 145. طيب دلوقتي أنا بقول 100 100. 100. طب لو أنا عايزة أقول 200 هقولها إزاي؟ 200. 200 وهكذا بنفس الطريقة. رقم 300 هيبقى 300. 300.
100. طيب لو عايزة أقول 301 هقولها إزاي؟ 301. 301. 301. طيب 303 300. 300. وهكذا بنفس الطريقة. 400 400. 400. 400. 500 500. 500. 600 600. 600. 700 700. 700. 800 800. 800. 900 900. 900. طيب 1000 هقولها ازاي؟ 1000. 1000. 2000 2000. 2000. طيب 3000 3000. 3000. طيب لو عايزة أقول 3001 هتبقى 3001. 3001. 4000 4000. 4000. طيب هنكمل بنفس الطريقة لحد 9000. هنحط الرقم وبعدين هنكتب جنبها 1000. طيب دلوقتي أنا عايزة أقول 3777 هقولها إزاي؟ بنفس الطريقة اللي نطقتها بالعربي هي اللي هكتبها بالألماني. 3000 3000. 700 700. 77 7 und 76. طيب هقولها إزاي على بعض؟ 3700 77. 10000 هقولها ازاي؟ 10 يعني 10 و1000 يعني 1000. 10,000. 10,000. 100,000 هقولها ازاي؟ 100,000. 100,000. مليون هقولها ازاي؟ eine مليون. eine مليون. وممكن ما اقولش eine واقول مليون على طول. اخر حاجة عندي 3 مليون هقولها ازاي؟ 3 مليون. 3 مليون. طيب عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات ازاي اكتب 7765. هستنى الاجابات بتاعتكم في التعليقات. وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معاه. تشوس.